السلام عليكم. مسا الناس كويسة. معانا النهاردة الفيديو رقم 666 من السلسلة الجديدة اللي هي سلسلة هاو تو مين، اللي طبعا كلكم كنتم مستنيينها بفارغ الصبر، وعلشان انتم حبايب قلبي قلت لازم ولا بد انها تكون حاجة مختلفة جدا عن اي هاو تو مين انت شفتها في حياتك. يا دايما يا بهوش هقول لك عنتر زبلة انا هعمل ايه، ولا اقول لك سيبها مفاجأة في اواخر الفيديو كده. هاو تو مين جديد وتشامبيون خطير ولذيذ كده. ازيك يا راجل يا طيوسه؟ تشامبيون النهارده بقى يخلينا كلنا نطلع من هدومنا من الهيل بتاعه بسكلايه واحده كده ينزل فوق دماغكم، تلاقيه رجع فوق الاتش بي تاني. ما تعرفش ماما ريتو عاملاه كده ليه، غير الدمج المتخلف اللي بيطلعه، بس للاسف مش ناس كتير بتعرف تلعب بيه لانه بيعتمد على السكلات. يعني يا راجل يا طيوسه قبل الفيديو ده وانا بقول الانترو دي، وهو دلوقتي لسه مش عارف هيلعب بيه ازاي باذن الله، بس الهاو تو مين اللي مش هتلاقيه زيه ده العبد ده هيخليك نمبر 1 باذن الله. معانا النهارده هاو تو مين اتروكس اللي تشامبيون تلاقيه كده فاضله ضربتين ويموت، ويقوم هوب مديك الكيو التالتة فوق دماغك، يقوم راجع فول اتش بي تاني. احسن داركن في اللعبه واللي بيقعد يتريق على شخصيه اللعبه كلها. معنا ومعاكم هاو تو مين اتروكس ذا داركن بليد. من مميزات التشامبيون ده حاسس ان مش هيتكلم 5 دقايق ولا حاجه عن مميزات التشامبيون البيضه ده. لا يا راجل بقى ده يوزا، بالعكس هتكلم عن عيوبه اكتر، لانه لو كانت مميزاته كتير وقوي كده كان هيبقى سهل اي حد يلعب بيه. المهم نبدا بمميزات اتروكس. اتروكس من الشامبيونات اللي بتسنوك بول الجيم حلو قوي، بمعنى انك لو جبت كلاه في الاول رخم على اللي قدامك على طول بقى، ما تسيبوش يفارم براحته كده. الكيو بتاعتك ليها رينج طويل شويتين وهو بيلاست هيت اضربه. اتروكس الشامبيون معاه موبيليتي بس مش قوي برضه بسبب الاي بتاعته داش صغيره، بس تقدر تعدي من فوق الحوايط بيها، وتقدر تعمل بلايز حلوه جدا، وتقدر تدوج سكيلات بيها، فهي موبيليتي حلوه جدا. في الليد معاك سستين حلو لان الباسف بتاعتك بتهيلك كل 10 ثواني تقريبا، فدي حاجه تخليك قوي في اللين. هي دي كده بس مميزاته يا اسطى. يا عم اقعد بقى صدعت. نيجي بقى لعيوب اتروكس. اتروكس في الايرلي جيم الكول داونز بتاعته عاليه، يعني السكيلات اللي بتطلع دامج اللي هي الكيو مثلا 15 ثانيه كول داون، فانت لو استخدمتها غلط اي حد هيخش عليك يقتلك حتى لو بيضرب اوتو اتاكس. بس كل تشامبيونات التوب تكسب اتروكس في الاوتو اتاكس. لو الجيم طول عن 30 دقيقه اتروكس بيبقى ضعيف جدا حبتين، لانه مش تانك قوي زي باقي التشامبيونات التوب لين، وممكن يتاخد من ضربتين لو اتعمل له فوكس ومس الكيوهات بتاعته. الكيو بتاعت اتروكس مش هتتعود عليها بالساهل، لانهم 3 كيوهات مختلفين ولازم تضربهم من ناحيه واحده، فخلي بالك وانت بتلعب بيه لانه مش سهل ولازم تركز. وزي ما قلت لك اتروكس من غير كيو يعتبر ملهوش لازمه. نيجي بقى للابيليتيز بتاعته. الباسيف اللي اسمها ديث برينجر ستانز. اتروكس بيعمل دامج زياده بالاوتو اتاك بتاعته، بيهيل شويه من الدامج اللي بيعمله، ولما بتضرب الشامبيونات بالحرف بتاعه الكيو بتقلل الكول داون بتاع الباسيف بتاعته. الكيو اللي اسمها ذا داركن بليد، لو اخدت بالك يا عبد حناك هتلاقي ان اسم الكيو نفس اسم اتروكس، يعني ماما ريتو بتقول لك دي اهم سكيلايه معاك لاتروكس لان فيها كل الدامج بتاعته. الكيو عباره عن ان اتروكس بيضرب بالسيف بتاعه في رينج معين، وفي نهايه الرينج ده بيكون الدامج الضعف تقريبا، وبتكريت كمان وبتعمل نوك اب كمان. واخر كيو هي اكتر كيو بتطلع دامج في الثلاث دبليو اللي اسمها انفيرنال تشينز. اتروكس بيضرب سلسله كده، السلسله دي بتخبط في الشامبيون بتعمل حواليه كده زي رينج كده، لو ما طلعش بره الرينج ده في وقت معين بيتسحب لنص الرينج ده مره تانية، ويتعمل لهم دامج كمان لو اتسحب. الاي بقى واللي اسمها امبريل داش، لما بتلفل السكيلات دي اتروكس بيجي له نسبه اومني فامب كده، والنسبه دي بتزيد لما تفتح الالت. الاكتيف بتاع الاي هي عباره عن ان الداش لمسافه صغيره جدا وتقدر تنط بيها من فوق الحيطان الصغيره، وتقدر تعمل داش وانت بتضرب بالكيو كمان علشان مفيش حد يقدر يدوجها او تقفل الجبل اللي ما بينك وما بين الانمي. الار بقى واللي اسمها وورلد اندر. اتروكس بقى بيتحول فيها وبيظهر شكله الشيطاني اللي بجد زي رجب تايوزا كده لما بيتعصب كده. ابي واشي بلاش انا لما بتعصب. المهم لما بيضرب الالت بيعمل فير للمينيونز اللي قريبين منه، وبيبقى معاه دامج زياده وهيلينج زياده وموفمنت سبيد زياده، كل الاستات بتاعته بتزيد يا صديقي. نيجي بقى لطريقه اللعب بتاعته. نبدا بالبيلد والرونز. بالنسبه للرونز هتاخد كونكرور ترايمف ليجند بلاد لاين علشان تزود الهيل، او ليجند الاكريتي تساعدك في الفارم، ثم لاست ستاند. والناحيه الثانيه هتاخد بوم بليتنج لو حد بيعمل اول ان، او سكند ويند لو حد بيعمل بوك كتير، او اخر حاجه ريفايتالايز. ممكن تاخد فلاش واجنايت او فلاش تي بي لو قدامك ماتش اب شايف انك هتقتله في الايرلي بالاجنايت بسهوله خد اجنايت، لو قدامك تانك واحتمال ما تعرفش تقتله خد تي بي. بتبدا الجيم بدورانز الشيلد واتش بي. نيجي بقى السكيلات بتاعته. بتبدا بالكيو، بعديها الدبليو، بعديها الاي، بعديها بتماكس الكيو، بعديها بتماكس الاي. نيجي بقى لجزئيه الايتمايزيشن. اول ايتم هتجيبها هي الاكليبس. لو اللي قدامك تانك هتبدا اول حاجه بكليفر ثم اكليبس. لو قدامك تانكات كتير هتخش ديفاين. واسمع كلام يا رجب يا طيوزه. ديفاين ايه ده اتروكس دي يا بهوش. وسع كده وسع كده. مالك يا عم مستر بيلي؟ ما تقعد لنا على جنب بقى يا اسطى كده، صدعت
ده انا اللي اسمي عبد حنكه مش بعمل زيك كده. بس يا جدعان عايزين نشتغل. المهم يا رجب يا يوزر نكمل كلامنا. هتخش ديفاين قدامك 3 تنكات او اكتر. بعد الاكليبس لو ما قدامكش تنكات هات بدل الكليفر سبير اوف شوجن، وبعد كده باقي الايتمات على حسب الجيم اللي قدام. هو قوي ضد سايلاس موندو موقاي رايز وساين، وضعيف ضد هيمردينجر سينجت كينن رامبل والشن. في اول الجيم في اول 15 دقيقه اللي هو الايرلي جيم، في الوقت ده انت مش بتفايت خالص لانك ما بتطلعش دامج نهائي. في الوقت ده يعتبر في اول 3 ليفلات مثلا بتستخدم الكيو بتاعتك علشان تدافع عن نفسك مش اكتر. اوعى لما تجيب ال3 كيوهات تخش تضرب اوتوات، مجرد ما تضرب ال3 كيو امشي. الكيو بتاعتك الثالثه لو مش تضرب الانمي تشامبيون بيها ما تضربهاش، خليها تروح علشان كول داون الكيو بيبقى 6 ثواني بدل 15. لما تجيب ليفل 4 كده بدات تطلع شويه دامج نوعا ما بالكيو، فممكن تخش تجرب كده تريد طويله شويه. حاول تضرب الكيو بالاحرف بتاعتها لما الانمي تيم يجي لاست هيت على المينيونز علشان تخليه يمس اللاست هيت بتاعته، او انت تاخد عليه دامج ببلاش. لما ما يكونش معاك كيو مش محتاج اقول لك انك ما تفايتش خالص لانك هيتداس على وشك حرفيا. الباسيف بتاعتك ساستين حلوه جدا فاستخدمها الصح. الميد جيم بقى من 15 الى 25 دقيقه، خليك في اي سايد لين طالما التيم بتاعك مش بيفايت، واعمل ضغط في السايد لين. بلاش تفايت وانت معكش الالت لان الالت مهمه جدا بالنسبه لاتروكس علشان تخليك تعرف تطلع دامج. حاول لما تفايت تفلانك على الايدي كاري بتاعهم، لو قتلته او عملت عليه دامج هتكسبوا الفايت بسهوله. ومش لازم الايدي كاري بالذات، ممكن الميد لين بتاعهم لو هو اللي بيطلع دامج او الجانجلر. انت فاهمني اكيد يا رجب يا يوزر؟ طبعا ده بيواش كمل مزجني اكتر. في الليت جيم بقى بعد دقيقه 25 في الوقت ده بلاش تبقى في السايد لين لوحدك لان اتروكس بيقع في الوقت ده. خليك مع تيمك احسن حاجه، وحاولوا تعملوا بيكات في شو واحد تخشوا عليه انتوا الخمسه مثلا كده تدلعوا. برضه زي ما قلت لك بلاش تفايت من غير الالتي، اوعى تفايت من غيرها او تخش بوشك من غيرها. وحاول في التيم فايت تفلانك على الايدي كاري. نيجي بقى للكومبوهات. اتروكس في الحقيقه ملهوش كومبوهات زي تضرب كيو بعدين اي بعدين مش عارف ايه والكلام ده، لا مفيش الكلام ده لانك بتطلع دامج بسكيلايه واحده فقط. فانا هديك تيبس كده ازاي تستغل الكيوهات والسكيلات بتاعتك الصح. اول حاجه لما تحب تتريد ومفيش مينيونز ما بينكم ممكن تعمل كيو، لو مش هتضرب من الحرف بتاعها تستخدم الاي علشان تجيبها بالظبط. واول ما تضرب الكيو دي وتعمل نوك اب تفضل تدوس على الدبليو ناحيه الانمي كده، هتضمن انها تيجي فيه لانه معمول له نوك اب. بعد ما تضرب الدبليو وتكون جت فيه تقوم ضارب الكيو الثانيه في الاتجاه اللي هو عاوز يخرج منه يمين او شمال، وبعد كده تستنى لحد ما يتسحب. وهو بيتسحب تضرب الكيو بتاعتك الثالثه في النص كده، انت جبت اكتر دامج تقدر عليه. وزي ما قلت لك اتروكس في الايرلي ضايف حبتين. لو بتفايت تانك ومعاك الالتي ممكن اما تعمل اول كيو والدبليو قبل ما تضرب الكيو الثانيه تفتح الالت علشان يبقى معاك دامج زياده. اما لو سكويش تقدر تفتح الالت قبل تالت كيو مش قبل الثانيه. ممكن لو بتجري ورا واحد وعارف انك لو ضربت كيو مش هتجيبه، حتى لو عملت داش دوس اي دبليو في نفس الوقت هتجيبه ومش هيعرف يجري منك. دي احسن طريقه انك تقفل الجاب بيها. زي ما قلت لك الكيو الثالثه في الايرلي جيم لو مش بتضرب الانمي تشامبيون بيها ما تضربهاش، خليها تروح علشان لو الكيو مش معاك انت هتموت بسهوله. ممكن تكون صعبه انك تضرب الكيوات صح في الاول، بس حطها في دماغك يا رجب توصل انك احسن من اللي قدامك، وخلي عندك ثقه كده في نفسك وهتضربها بسهوله باذن الله. ومع الوقت تتعود عليها، وزي ما قلت لك عود عضلات ايديك على اول ما تعمل النوك اب بالكيو تضرب دبليو على طول في نفس ذات اللحظه. وبس كده يا صديقي، دي التبس اللي تميزك عن اي اتروكس هاوي وخلاص. وبكده يا صديقي وصلنا لنهايه حلقتنا وجينا لسؤال الحلقه، عايزين مين في الفيديو الجاي في الهاو تو مين باذن الله. سلام.